عمركم جربتوا الكنافة بالشوكولاتة بالشكل ده؟ الطريقة دي من اختراعي وبصراحة طلعت خطيرة. تعالى اقول لكم عملتها ازاي وبكل سهولة وببساطة وفي وقت قليل جدا. مقرمشة من جوه وطعم الشوكولاتة عليها من بره يجنن. تعالى اقول لكم يلا عملتها ازاي. صلوا على الحبيب المصطفى. اول خطوة طلعت الكنافة من الفريزر وضربتها في الكبة عشان تبقى مفلفلة وسهلة التشكيل. طبعا احنا لما بنجيب الكنافة بندخلها الفريزر الاول قبلها 3-4 ساعات. لو هتجيبيها قبلها بيوم يفضل. ومجرد ما بتطلعيها بتفركيها بايدك او في الكبة. بتكون سهلة جدا جدا معاكي، بعدين هتعمليها صينية هتشكليها في بولات زي كده. بتكون سهلة بصراحة. بتوفر علينا مجهود وانك انت تفضلي تقطعي فيها وكده. كده انا هجهز الكمية كلها وهقول لكم تاني خطوة على طول عملت فيها ايه. تاني خطوة جبت معلقتين من السكر البودر، لو حابة الكنافة بتاعتك تبقى مقرمشة وليها قطمة حلوة حطي لها معلقتين من السكر البودر. لو حابة ان هي تبقى طرية وزي الكنافة بتاعت امهاتنا على قديمه بقى زمان، خلاص استغني عن الخطوة بتاعت السكر البودر دي. بس احنا عملناها دلوقتي بالسكر البودر عشان احنا محتاجين ان هي تبقى ماسكة نفسها ومتماسكة معانا، علشان لما نضيف عليها الشوكولاتة ما تبقاش طرية بقى وتتكسر مننا وكده. تالت حاجة، جبت الكوباية كبيرة من السمنة البلدي نص كيلو الكنافة، علشان احنا محتاجين ان هي تبقى رطبة وتبقى يعني عشان لما تتشكل كده معانا تبقى ماسكة نفسها. فركتها كويس جدا جدا في السمنة. السمنة سيحتها في الميكرويف عشان طبعا احنا في الشتاء. فركتها كويس جدا جدا عشان تبقى متماسكة معانا لما بنضغطها من الكوباية المعيارية واحنا بننزلها. هنا دهنت الصينية معانا مادة دهنية سمنة. وبعدين بتختاري الكوبايه المعياريه اللي انت بتشكلي بيها. هتختاري كوبايات كبيره خلاص يبقى تعملي الصينيه كلها اللي هتعمليها بالكوبايه الكبيره. هتختاري الصغيره تعمليها بالصغيره ليه؟ علشان لو عملتيها بالصغيره والكبيره هتستوي الصغيره قبل الكبيره، لغايه ما الكبيره تستوي هيكون الصغيره خلاص اتحرقت مع السلامه. فاحنا بنعملها كده اهو. انا عملت صينيه من الكبار وهي اللي صورتها معاكم، وعملت صينيه صغيره بس انا شكلتها بعدين في وقت تاني يعني. انا عملت دي دلوقتي الكبيره هي للتصوير. مجرد ما بتعمليها وبتخبطيها كده خلاص بتنزل. انا مره خبطتها على ايدي مره والتانية، وبعدين لما قفلت الكاميرا بقيت اخبطها كده في الطبق اللي هتشوفيني اشكل عليه دلوقتي. دي طلعت معايا برضو على طول. اهم حاجه انك انت بتضغطي الكنافه كويس جدا جدا علشان ما تفكش معاكي وانت بتطلعيها. هنا في المرحلة دي كنت شغلت الفرن على درجة حرارة 250 فوق وتحت، ومجرد ما دخلت صينية الكنافة خليت درجة الحرارة 170. أخدت بالظبط معايا حوالي 15-16 دقيقة بس مش أكتر من كده. بتاخد لون ذهبي كده جميل وبنطلعها بيكون الشربات معانا بارد والكنافة سخنة. احنا مش محتاجين ان هي تطرى ولا اي حاجة، فمش هتفرق يعني. لو حابة ان هي تكون طرية خلاص اعملي الشربات خفيف وتسقيها. الكنافة بتكون سخنة والشربات بيكون دافي زي البسبوسة كده. كده اوعدك ان هي هتطلع طريه، لكن احنا كده عايزينها تبقى ماسكه نفسها عشان التشكيل بتاع الشوكولاته بتاعنا. اسهل طريقه تسيحي بيها الشوكولاته الدارك الشوكولاته الخام انك انت بتجيبيها وتحطيها في كيس وتحطيها في اي بوله كده وتنزلي عليها بميه مغليه. حطي كيس 2 لو خايفه الكيس بتاعك يتقطع. الكيس مش بيسيح ولا اي حاجه. اسهل من الميكروويف واسهل من حمام البخار، وبتفضل معاكي وقت كمان. فتقدري تشكلي بيها بكل سهوله. وكمان بعد ما بسيحها وبنزلها من الكيس في طبق بحط لها معلقه كبيره من الزيت. هي ممكن بس ما وضحتش في الكادر بتاع التصوير، بس بحط معلقه كبيره من الزيت علشان ما تجمدش معانا، عشان احنا في الشتاء ما تجمدش معانا بسرعه. والطبق الكبير السيرفيس ده انا حاطه عليه كيس علشان اي بواقي من الكنافه تنزل كده سايحه بنزلها بعدين علشان تبقى القطعه كده ما يبقاش فيها اي حواف كده، فاهمه؟ اهم حاجه تحطي الكنافه او اي حاجه هتشكليها على شوكولاته داخلين على عيد كل سنه وانتم طيبين، في البيتي فور ولا اي حاجه تحطيها على كيس. بجيبها بشوكه كده بسند الكنافه بشوكه، وبجيب بالمعلقه الكبيره الشوكولاته بنزلها عليها. بصراحه كانت تحفه خطيره، الولاد حبوها جدا وعملتها كمان لاصحابهم. كانت حلوه قوي قوي. بالنسبه للتزيين حابه تحطي كريز تمام، حابه تحطي تبشري شويه تضربي شويه فول سوداني كده في الكبه وترشيها عليهم برضو حلوه قوي. حابه تزوديها بقى ملوكي كده وتعمليها بعجينه السكر وتعمليها بلون اصفر مثلا، وتعمليها قلوب كده. هتشوفوا كمان في فيديوهات تانية، وهنزل لكم بابلز الكنافة قريب جدا جدا. كمان وصفة تحفة من الآخر حلوة قوي قوي. لو عملتيها تبقى ترند العيلة. يلا ان شاء الله كده مستنياكم في فيديوهات كتير حلوة قوي على القناة. هتعجبكم. معانا مخبوزات حلو وحادق، طواجن، عزومات، اكلات خفيفة، سندوتشات، كل حاجة هتلاقوها معانا ان شاء الله. تابع القناة ومش هتندمي.
يلا اخترعوا لي بقى اسم الكنافة بالشوكولاتة دي. انا سميتها كنافة بالشوكولاتة ترند 2026. انتوا رأيكم نسميها ايه؟ عايزاكم تطلعوها ترند، واللي مش هيطلعها ترند هزعل واجيب ناس تزعل. يلا لو شفت الفيديو للآخر صلي على الحبيب المصطفى واعملي لايك، ومستنياكي تشوفي باقي الفيديوهات ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.